بسم الله، ازيكم عاملين ايه حبايبي؟ احسن ناس واغلى ناس واخواتي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. دي لحمه هنعملها ايه؟ هنسلقها. معايا حله فيها معلقه سمنه بلدي صغيره. لو التصوير مش حلو زي بعض عشان البيت كان عندي ناس وكده وزي بعض. هنشوح اللحمه كده ايه في الحله. وحشتوني والله، دي لي كام يوم ما نزلتش فيديوهات، وكلكم كده. يا رب يكون كلكم كده يا رب ان شاء الله بخير يا رب العالمين. نشوحها بس كده عشان تبقى الشوربة بتاعتها جميلة يا جماعة. لما بتشوح اللحمة كده بمعلقة سمنة تبقى الشوربة بتاعتها حلوة. طبعا حبهان وورق لورا وبصلة وطماطماية زي ما انتوا عارفين، يعني كلكم ما شاء الله عليكم، عشان طعم اللحمة. بس وغليت مية في الكاتل وهكبها عليها. معلش بقى، زي بعض كانت الدنيا زحمة بقى وايه. بس هنسيب اللحمة تستوي وبعدين نشوف هنعمل ايه. بعد ما اللحمة استوت بقى، بص الشوربة عاملة ازاي ما شاء الله، تعملي بقى اللي انت عايزاه. هنعمل ايه بقى؟ هنخلي اللحمة دي مشوية مسلوقة. هنحط زبادي، كوباية زبادي، وهحط فلفل اسود، وهنحط بصل بودر وتوم بودر وحبة ملح صغيرين. واللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معلقة بهارات شوي يا جماعة. دي بقى اللي هتعمل ايه، دي اللي هتخلي ريحة اللحمة مشوية بحجم جميلة. خليتها بصراحة ما شاء الله والله العظيم، الناس اللي كانت عندي وأكلت يقولوا انت شويها ازاي. طعمها كان خطير. جربوها لما يكون عندكم ضيوف. معلش بقى في التصوير يا جماعة زي بعض، كنت بصور بإيد واحدة. جربوها. لو ما عندكيش وعندك بهارات الشوي بتاع الكفتة، حطي منها برضو معلقة، لأن هي بهارات شوي. وهتحطيها على اللحمة وتسيبيها ايه، تسيبيها حتى نص ساعة كده. تحطي التتبيلة دي زبادي وتوم بودر وبصل بودر وبهارات شوي وفلفل وبابريكا وحبة ملح صغيرين، لأن طبعا الشوربة كان فيها ملح يعني كده عشان ما تبقاش حادقة معاكي. وهتقلبيها كده وهتسيبيها حبة. بس سبتها زي ما بقول لك اهو، انا سيبها. وبعد كده نبدأ ايه، برضو معلقة سمنة صغيرة والله نص معلقة مش يعني. وهنبدأ نحمر اللحمة دي بعد ما تبلناها بالتتبيلة الجميلة دي. طبعا هتحمريها وهتديها لون عشان تبقى عاملة معاكي زي المشوية. وتحطي بقية التتبيلة عليها زي ما أنا بعمل كده، خليها تشربها كلها. أنا كده حاطة حتة فحمية عشان عبال ما تاخد اللون يكون الفحمية عمل. هي بدأت تاخد اللون معايا، تقلبيها طبعا على الوش التاني عشان تاخد اللون بتاعها الجميل ده. شوفوا بقى شوي ما في بعده شوي. جربوا يا جماعة لما يبقى عندكم ضيوف ولا عندكم حد زي ما أنا عملت كده، والله العظيم بجد هتشرفك. وبالله عليكم بقى اللي يشوف الفيديو حطوا لي لايك. وحبايب قلبي حبايب قلبي اصحاب القنوات حبايبي، المشاهده اقل حاجه يا جماعه 3 دقايق او 4 دقايق. انا فيديوهاتي مش بتعدي يعني 5 دقايق 6 دقايق بالكتير. وتحطوا لي لايك. يعني انا عندي 100 كومنت وما عنديش 50 لايك. مش يا حبايبي، انا اول ما بخش بحط اللايك بتاعي اي فيديو.
وبقعد اسمعه اقسم بالله بعمل ربنا فيكم. فانا عايزه كده تفرحوني كده بالله عليكم.